النهارده جاية لكم بوصفة اختراع، الوصفة دي اختراع ليه؟ لإنها أحلى من الكرواسون والباتيه بفكرة تحفة كده هتعمليها في الصينية دفعة واحدة من غير ما تعجني ولا تتعبي، وهتطلع أحلى من الاتنين، الطعم بتاعها خطير جدًا، جدًا، هشة والأهم من كده إن هي ما فيهاش لا تعب ولا مجهود وكمان اقتصادية، شايفين الطعامة؟ يالّا بسرعة بقى انزلوا حطّوا لايك للفيديو ويالّا بينا ندخل على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، أول حاجة معايا نُص كوباية من السكر، الحبيبات بتاعنا العادي، كوباية من الحليب الدافي لازم تكون دافية، وعايزة أقول لكم إن نفس الكوباية هنقيس بيها كل المقادير، شوية كده من الفانيليا، رشة من الملح، معلقة كبيرة من الخميرة، وكوباية من الدقيق. تمام، ده كده لسه أول حاجة، إحنا كده هنحضّرها على خطوتين، هنقلّب الكلام ده كلّه كده بمعلقة بالشكل ده لحد ما كلّه كده يختلط مع بعضه، ما فيش أسهل من كده، بالمعلقة وإيدينا مش هتلمس العجينة. بعد ما أقلّبهم بقى كويس جدًا بالشكل ده، باحط ربع كوباية من الزيت وبرضه أخلطهم كويس مع بعض كلّهم لحد ما المكونات كلّها تبقى إيه، مندمجة مع بعضها كده والزيت مش باين ولا أي حاجة، باسيبها كده حوالي 10 دقايق وبعد كده أرجع أضيف بقى معلقة صغيرة مليانة كده من البيكنج باودر وأضيف كوبايتين من الدقيق بالتدريج، دي كده أول كوباية وبعد كده هاضيف التانية بس أمّا أقلّب دي الأول، يعني كل المقدار اللي أنا حطيته 3 كوبايات من الدقيق، تمام كده؟ وأفضل أقلِّب بالشكل ده بالمعلقة، كل شغلنا بالمعلقة، ولا هنحُط إيدينا في العجينة ولا هنعجن ولا أي حاجة من الكلام ده كُلّه، سهّلتها لكم أهو عشان اللي بيبوظ معاه الكرواسون والباتيه يفرح بالوصفة الحلوة دي ويعملها بجد ناجحة، ناجحة ومضمونة مليون المِيّة. ضِفت آخر كوباية من الدقيق وبرضه هالِم العجينة لحد ما هتلاقي عجينة بتلزّق جدًا وهو ده اللي أنا عاوزاه، نفضل بقى نضربها كده بالمعلقة يمين وشمال لحد ما تتلم معايا وهاورّيكم اتلمِّت معايا إزاي، أهي بُصّوا اتلمِّت معايا بالشكل ده شايفين؟ وبقت إيه، تحسّي إن هي مش بتلزّق أوي، التلزيقة فيها بقت بسيطة، خلاص بالِمّها بقى بالمعلقة على بعض بالشكل ده وباغطّيها واسيبها بقى تخمر حوالي نُص ساعة، ساعة إلّا ربع على حسب وقتِك، تمام كده؟ بعد كده بقى باشيل من عليها الغطا، طبعًا بنسيبها في المطبخ عادي، أدهن إيديّا بالزيت أو بالسمنة وألمّها أطلّعها من البولة، لإن هي طبعًا هتكون بتلزق، تمام كده؟ في الوقت ده بقى باكون محضّرة صينية، أكبر صينية عندِك في الطقم، تمام كده؟ طقم 3 الصينية الكبيرة، أي نوع بقى مدوّرة، مربّعة، مستطيلة، براحتك خالص زي ما أنتِ حابة. أدهنها كويس بالسمنة أو بالزيت وأبدأ أفرد فيها العجينة، شُفتوا بقى أسهل من كده؟ يعني ولادِك اللي نِفْسهم في كرواسون أو باتيه اللي بيبقى عليه شوكولاتة من فوق، هتعمليه في minute كده وأنتِ واقفة هتعمليه في المطبخ بكل سهولة، والله وطعمه خطير جدًا، كل اللي داقه عجبه جدًا. أفضل أفرد كده بالشكل ده لحد ما تبقى مالية الصينية بتاعتي، تمام كده، وأدخّلها بقى الفرن، بعد 5 دقايق كده تكون اختمرت شوية والفرن سخن، بادخّلها الفرن على درجة حرارة 180 باحطها في الرف الوسطاني، أول ما ألاقي الحروف بدأت تاخد لون باشغّل عليها الشواية تاخد لون من فوق، ولمّا تخرج من الفرن باكون سيّحت حوالي 4 مكعبات شوكولاتة خام كده على حمام مائي، واديتهم معلقة من الزبدة أو الزيت، وهافردهم على الوش بالشكل ده. سهلة خالص لحد دلوقتي ما فيهاش أي حاجة صعبة، إحنا هنفرد بس الشوكولاتة عشان ندّيها بقى الشكل زي ما الكرواسون والباتيه بيبقى عليه كده الشوكولاتة من فوق، وطبعًا ولادنا بتبقى هتتجنن عليه في المخابز، طب وعلى إيه إحنا هنعمل بأسهل طريقة وهنبسط ولادنا ونفرّحهم، وكمان ينفع جدًا يتاخد في الlunch box لإن الشوكولاتة دي بتمسك، يعني مش بتلحوس ولا أي حاجة، شوية كده وهتلاقيها مسكت من غير ما تحطيها في التلاجة ولا أي حاجة. هارُش عليها بقى شوية سوداني من فوق الوش، عندِك شوية مكسرات رُشّي زي ما أنتِ حابة، شوية جوز هند مش حابة تحطّي لها حاجة من فوق تمام، حابة تسيّحي شوكولاتة بيضا على حمام مائي وتعملي فيها خطوط براحتك وزي ما أنتِ عايزة، باسيبها بس تشد شوية وبعد كده باقطّعها على طول، ما فيهاش أي حاجة، شايفين السهولة والبساطة؟ والله هتعملي حاجة أحلى وأنضف وأوفر من اللي بتتباع في الأفران. طبعًا السكينة بعد ما باقطع كل جزء لازم آخُدها أمسحها في منديل عشان الشوكولاتة ما تعلّمش في اللي بعدها، تمام كده؟ أهو باروح ماسكة منديل وماسحة السكينة بتاعتي كويس وأبدأ أقطع تقطيعة تانية، قطّعيها بقى مستطيل، قطّعيها مربّع، التقطيعة اللي أنتِ حاباها قطّعيها بيها. أنا هنا قطّعتها مربعات كده،
وادّتني برضه شكل حلو جدًا، والسوداني كان محمّص كده وجميل عليها، بجد تحسّي إن هي نفس الحاجات اللي في الفرن بالضبط، بس طبعًا أنتِ بقى عاملاها بإيديكِ نضيفة وزي الفل، وكمان موفّرة. بُصّوا بقى طلّعت لكم قطعة شايفين عاملة إزاي؟ والله أحلى من الكرواسون والباتيه، وتحسّي كمان إن هي قالبة على كيكة كده هي أنتِ مش عارفة هي إيه بالضبط، هي بجد اختراع، هتعجبكم جدًا، جدًا، تنفع طبعًا جنب كوباية بقى شاي بلبن